السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبتين فيكم. اليوم رح نتكلم عن التهاب الزايدة الدودية. طبعا كتير ناس منا بتصاب بالزايدة الدودية، وهذه لازم العملية، يعني ما ينفعهاش غير حاجة غير العملية، يعني ملهاش ولا علاج أعشاب ولا علاج طبي. إيش هي الزائدة الدودية؟ الزائدة الدودية هي التهاب يصيب الزايدة الدودية. الزايدة الدودية على فكرة عاملة زي جراب يشبه الأصبع، جراب يشبه الأصبع. وين موجودة؟ في آخر القولون، آخر القولون في المنطقة اللي هي أسفل البطن في الناحية اليمين. دايما الزايدة الدودية في اليمين. أسبابها انسداد بطانة الزايدة الدودية. قلنا هي زي الجراب، لما بتنسد البطانة الداخلية تبعت الزايدة الدودية بتعمل ايه؟ عدوى وصديد، يعني بتكسر فيها الصديد. هذا بيؤدي طبعا لالتهاب الزايدة الدودية. ليش بتيجي؟ هي بتيجي هيك نصيبه، يعني اللي بيجي له زايدة دودية هو نصيبه. طبعا لما بتمتلئ بالصديد لازم عملية، يعني ملهاش حاجة تانية. اللي هو أعراضها طبعا لو ما تعالجتش بسرعة، مع فكرة اللي عنده زايدة يعني ما يكسلش يقول لك هتخف هتروح، لا سمح الله، لو الواحد ما تعالج منها ممكن تنفجر. أعراضها الشعور بألم مفاجئ في الجنب اليمين حوالين السرة من الناحية اليمين، غثيان وقيء، قيء باستمرار، يعني مش مرة واحدة ولا اتنين، لا قيء باستمرار، ارتفاع في درجة الحرارة، انتفاخ أحيانا في البطن، عند الواحد ما يمشي أو يجيله سعال بحس بألم شديد ناحية المنطقة اليمين، ما بيجيش عباله ياكل، يعني فقد للشهية على طول. فاحنا الاعراض هذه لو حسينا فيها لازم على طول نتوجه للدكتور، يعني مش للدكتور على طول، على مستشفى الطوارئ. افتح وشيل الزايدة الدودية، هي عملية سهلة ما بتخوف، بس لو اهملنا فيها بتخوف. والعفو والعافية للجميع. لا تنسوا لايكاتكم واشتراكاتكم وتعليقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.